يطب علينا ابو وداد. شو يقول ابو وداد هذا ابو الاعدامات؟ يقول والله لو يعطيني سيدي الرئيس بساعه ساعه ونص اخلصكم، احنا 4000 واحد 5000 واحد. مرتضى رسول محمد قاسم الفيلي، 3 فيلية احنا. انسجننا اول ما دزوا علي، كنت احتياط بها بوقتها، دزوا علي بالشهاده الجنسيه. اي احنا ما عندنا شهاده جنسيه بوقتها. الضابط رمز للمفوض، اي انا عرفت راح يعني ياخذوني. ورا ساعه اخذوني للدفاع، ورا نص ساعه جابوا اهلي، هم طلعوهم اخذوهم للتسفيرات، اني اخذوني رجعوني للدفاع. من الدفاع رجعوني للشعبة الخامسة، وبعدين ورا الشعبة الخامسة اخذوني وين؟ الرقم 1. بقيت 6 شهور برقم 1. ورا كم يوم كانوا يجيبون اخوي خطية من البصرة، كان بيها بوقتها الامر تكريتي خدام حاكم. كان قال لي بعد اقول لك اريدك تكتب لي الاربع قاعات، اكتب لي تخاريج. قلت له ما اعرف، انا ما اعرف لا اكتب ولا اقرا. كان هم يغلط وواعد. يا الهي هذا يجي بالليل سكران، هو صباح مرزي يعلق ذولي ضباط ماكو متخاذلين ومتخاذلين بالليل، يعني ما يقدر لي يعلقني. قمت اخاف ابكي اصلي، يا الهي عندي اخويا خطيه ملتزم في الدوره يدعي لي خطيه، يا الهي يا الهي دخيلك يا ربي عليك. ما صار قبل السبت، قبل الثلاثاء كان شيء التبعيه خارج. والله قمت ندعي 20 سنه ببغرب ولا هالمكان، قمت ادعي 20 سنه ببغرب ولا هالمكان، قمت ادعي. على ال3 وجبات سووا لنا النقره السلمان. طبيت 20/4/80، طلعت 2/5/87. 7 سنوات 12 يوم. في يوم من الايام طلعت بعد دا اجر تاكسي، كان اشوف ملازم محمد، قلت له حاج محمد احنا سمعت، قال لي نقره سلمان. ضحكت قلت له ايه. صعدت وياه عبرني وين الكراده، القران كان عدى شبول. قلت له عليك الله حاج محمد، حلفت له بالقران، قلت له عليك هذا القران جماعتنا وينهم؟ قال والله انا ما ادري. قال تيجي وجبات ياخذوهم يعزلوهم ما ادري شنو. قال اصلا ما ندري وين ياخذوهم.